غالبا لو طلع ليك اي صلة بعيلة ابويا انسى ان انا اتعامل معاك او اقرب لك تاني. ده واحد. اتنين، لحظة ما انت هتفكر تتجوزني صدقني وقتها هوافق على طول واتصرف معاك التصرف الصح وماليش دعوة باهلي. انت مش هتيجي بيتنا عشان ما ينفعش اصلا اهلي يشوفوا، مش عشان احنا قاعدين في حتة حقيرة، علشان كل اللي جه قبلك اتعرض لأذى ومشي وسابني وانا مش عايزة كنت ده. بالنسبة لك انت اكتر حد مهم عندي، فلحظة ما هتفكر ما تجيش البيت. وفكك بقى من كلام الناس يعني، او حتى بعض المتدينين اللي بيقولك ان البنت لازم تتخطب وتتجوز تطلع من بيت ابوها. لحظة ما هتفكر هاخد بعضي وهجيلك لحد بيتك، وممكن اتجوز بعد الجواز الرسمي من غير اي حد ما يعرف اصلا. هستلمي زي ما انا كده. وفكك خالص بقى من جو الافلاطونيات والحرب والفرح والشبكة والشقة وجهاز يعني. هقوم بنفسي لوحدي وهتصرف معاك لوحدي، انا موجودة معاك ماليش دعوة بالناس كلها. لا حد يحضر فرحي ولا عايزة اعمل فرح ولا اصلا يهمني حد، ومفيش حد انا بيني وبينه معاملة كويسة علشان اقول له تعالى احضر فرح. مش غاوية احط ميك اب لان انا ما بحبوش، وجو اجواء الفرح وجو العروسة. انا فرحتي بيك انت ان انت بقيت معايا، ماليش دعوة ولا بقى بالافراح وليالي الملاح والاشهار والكلام ده كله ما مش موجود في الاسلام. انا ما قريتش في المصحف ان ربنا قال ان العروسه لازم في الفرح او ان الشرط الاساسي للجواز الاشهار. جابوها منين دي؟ ما قريتهاش انا في المصحف. والمذكور في القران في دوت ولا يخطب احد منكم على خطبه اخيه، و ادخلوا البيوت من ابوابها ولا تأتوا البيوت من ظهورها. ماشي، انت انا داخل البيت عايز تتجوزني، انا جيت انت تخش، رحت انا رايحه لك لحد عندك واتجوزنا، المهم ان انت دخلت برضو من الباب. يعني المعنى الحرفي للكلام ان انت تتقدم رسمي، يعني المقصود من الآية انك تتجوز رسمي او تتجوز وتقول انا عايز الحلال. اما تكون العيلة ممكن تعرضك للموت على مجرد انك جاي ترتبط ببنتهم، يبقى ما ينفعش تقابلهم. انا كان لي اب والله يرحمه، محمد خليل، كان مسمع في منطقة الكتان بس مات خلاص. هو اللي كان يخصه، ماليش دعوة انا بقى بعيلته عاملة ازاي. فراج صوتها مسمع وجامدة وقوية على نفسها مش عارفة. أيوة هي بتتكلم ياما بس وقت الفعل ما بتلاقيهمش، وحتى لو وقت الفعل هتلاقيهم. أنا ما مش حمل حد يجي يبقى أنا هموت عليه ويطلع له ذكر معرفوش أصلا بس الاسم إنه من عيلة أبويا، ويقول له ويتنك ويقل معاه يا سيدي حتى كنت تاجر مخدرات او بلطجي او قتال قتلة او مجرم ومطارد من كل الدول، برضه هوافق واتجوزك عادي يعني. وقصهم الناس كلها مش دعوه. عاجبك على كده يا ابن الناس عاجبك. انا بقى مش جو بقى ان انت تكبر باهلي والكلام العبيط اللي بيطلع في الاعلام. انا وضعي وظروفي مختلفه. انا كل ما افكر ارتبط بحد واتعلق بيه من 2013 بيتعرض لاذى. العيله دي مش عايزاني اتجوز، عايزه تضر اي حد عايز يقرب لي، فاكيد انا مش هفكر اقرب له. ويوم ما ابقى عايزاك مش هفكر اخليك تقعد معاها ولا هتعتب المنطقه هنا. في الوقت ده ممكن انا وامي واخويا نبعد بعيد عن البيت هنا خالص عشان اعرف ابقى معاك ويتحرق بيت الناس. ما ينفعش اصلا اعزم حد في المنطقه هنا على فرح. انا مش لجأت لهم قبل كده وكلمتهم، مش كلمت العيله قبل كده في الجواز واتغطيت كتير عن مشاكل على اساس ان جاي دوت يتقدم لي انا عاوزاه. ما ينفعش ان انا اروح اكلم حد في اهلي هو اصلا ممكن يكون كان بيفكر يرتبط بيا او في باله الموضوع، واقول له ان انا عايزه ارتبط واتوقع انه مش هيبقى قصدي الجوازه. العيله دي اتجوزت كلها وما عزمتنيش، او ما استعروا مني في الجوازه. شلتهم كلهم في افراحهم من وانا صغيره، جملتهم كلهم، عملتهم كلهم كويس، وكانت النتيجه ان بعد ابويا ما مات يتقال عليا كلام مش فيا، وكمان
اتحرم من حقي في الجواز بالإعاقة اللي حصلت لي. ليه؟ وكمان كنت هتحرم من حقي في الحياة. فأنا ما عنديش عيلة وما عنديش دولة أتحمى فيها، ولا رئيس ولا جيش. يعني دي حاجتين لما بطلت أفكر فيهم ارتحت نفسيا قوي. أما تبقي بنت كده 17 سنة بتعاركي ناس تهتك عرضك لوحدك، وده دايلك لا من بقية أهلك ولا يعرفك ولا تعرفيه، داخل يموت علشان خاطر يحميكي، وعيلتك قاعدة نايمة في بيتها مش شاغلة بالها انتي روحتي فين، جرالك ايه، مين بيأذيكي. يبقى المفترض ان مفيش حاجة اسمها العيلة اللي بتسد، ما بتكلمش حاجة. او اهلك يشيلوك. ممكن تقابلي راجل يكون بمقام اهلك كلهم وافضل منهم. انا ما عنديش رجالة وهتجوز من غير عيلة. كل اللي راح اتجوز ما عزمنيش على فرحه مالوش ان هو يتعزم على فرحي ولا يقعد في ارتباط ليا. هو ده اللي هيحصل، مفيش كلام تاني هيجرى، هو ده اللي هيجرى. اي مكان بقى مين مأذون. انا اصلا بفكر ان انا مفيش مأذون عشان تبقى عارف، لان حتى المأذون برضه ليه علاقة بشيخ المسجد، وبرضه هيبقى فيه تطرف ديني، وانا اصلا ما بعترفش بالازهر كله على بعضه، فلا يمثلني كمسلمة ومش عاجبني تشريعاته. فممكن اطلع لي عقلية كده من الاسلام برضه ومن القرآن ان انا اتجوز من غير اصلا عقد جواز كده. انا اللي يهمني انت بتحبني وعايزني وبقيت جوزي، بينا وبين بعض وفي بينا طفل، اعترفت بالواد او ما اعترفتش ده موضوع يخصك، هيفضل ابني وهيفضل يخصني. الابيض بتاعي اني اسود. اه ماشي تمام تمام كده، موبايلك رجع لك خلاص. هو ده الحال يا ابن الناس. انت رحت ارتبطت بمراتك ما شاء الله، الفرح كان مليان بني ادمين كلهم اهل العروسه. هو ده اللي هيجرالك. انت مغاوي ان انت تبقى جواز رسمي وعيله وتيجي ترتبط جوه البيت والعيله والجو دوت. انا ما عنديش الكلام ده. هو ده اللي هيجرى، ومفيش اي حاجه هتزعلني في الموضوع. مفيش فرح ومفيش لمه ومفيش ناس ومفيش رقص. نبقى نغني ونرقص ونلعب ونعمل كل حاجه مع بعضنا بعد الجواز. مش اي لازمه فرح ولا العفش ولا مفيش شقه، مفيش مشكله برضه. تستخلصي نفسك قوي كده ليه؟ ده راجل راح يموت عشان يحمي عرضي، هكلمه في فلوس وجهاز ليه؟ ده مبروك ان هو جه يتجوزني، هو ده المهم. نبقى نكتشف الشخصية المجنونة ديت اللي عندها استعداد تموت كده انها تحمي عرض البني ادمين. دي بقى اللي تستاهل ان احنا نقعد مركزين معاها بقية العمر، مش نقعد مع الخوالات. انا قبلك كان في صنادل مش رجالة شباشب متطلعش من رجلي. كانش فيه والله رجالة قبل ما اشوفك انتي بتقولي انت راجل قوي، هيقول لك انا لا انا مش راجل، يعني ده ما طبيعي يقول انه راجل. عموما ما فيش ولا كانش فيه حوار ده حاصل غير بيني وبينك، واكيد يا رب انت سامعني عارف ان انا بتكلم عليك. الحدق يفهم، ما بقتش طريقه اتكلم بيها غير كده. طبعا انت ما سمعت الصوت، انا كنت بعتلك رسائل بس صح. تمام، ادي صوتي اهو. على فكرة لو اتجوزتني عليها مش هعمل لها اي مشاكل خالص، بس يعني في مشكلة ان احنا كده الاتنين هنبقى في ازمة ان انت ممكن تتجوز علينا احنا الاتنين من غير ما نعرف يعني لو عنديش مانع ان انا اتصاحب عليها ولا المهم هي اللي اكيد اللي هيكون عندها المانع. انا ما عنديش اي مانع في التفاوض معاها في اي شيء عادي. عايز تبقى الايام كلها ليها ومفيش ولا يوم ليا، مفيش مشكلة، هبقى ابص عليك من بعيد انت مش هتحس باي مشكله، هتلاقيني نسمه في حياتك، مش هيبقى فيه مش جواز، مش هتحس ان انت متجوز بس انا عايزاك تنشكح
ايوه فكك بقى من الكآبة، انا عايزك تشجع كده من هنا. الله، في ناس هتموت عليا، وفي ناس شاغله بالها بيا، وانا اتحب، وانا استاهل، وانا ايوه انا عايزاك بقى تقعد زي يفكر ان انت تستاهل. ايوه عايزين الكلام الحلو ده كده، ونشكح بقى، عايزين الدنيا كلها تملى ورد وتبقى الدنيا ربيع والجو الوديع، وتقفل على كل المواضيع. قفل.